ومرحبا بكم في هذا الفيديو وبشكل سريع. اليوم طبعا لدينا موضوع يتعلق بطريقة تسريع هواتف الشاومي بشكل عام. قلنا الشاومي لأن في ريدمي في أنواع أخرى. المهم بشكل عام طريقة التسريع هذه كل ما عليك فقط هو الذهاب بمنصة الإعدادات الهاتف. بعد ذلك أول خطوة هي الخطوة الأولى أبروبو دو تليفون. بعد ذلك تبحث على فيرسيون ميو بهذه الطريقة. شوف معي هنا تو طبعا السبيسيفيكيشن. وبعد ذلك تختار الفيرجن تنقر عليها اكثر من 6 مرات. هذه بالتاكيد تبقى تنقر عليها بشكل سريع اكثر من 6 مرات او 5 مرات. المهم هو انه حتى يقول لك هنا انه تم الفتح. انا طبعا قالوا لي هنا على انها مفتوحه من قبل، وبالتالي نقوم بالرجوع وننزل الى الاسفل ثم بارامتر سبليمونتير ثم اوبشن ديفلوبمون. تقوم او تجد ان هذه اصبحت موجوده عندك بعد قمت بفتحها عن طريق الخيار اللي قلت لك. تنتظر او تبحث على مكان وجود فيه ايشيل دانيماسيون ترانزيسيون، تختار هذا الخيار. وبعد ذلك كما تلاحظ يعني بدأ الهاتف يعني يتحرك في عملية الانتقال بشكل أسرع. اوكي. وفي حاجة أخرى وهو عليك بعمل تحديث الهاتف، لأن إذا عملت أو إذا لديك تحديث هاتف قديم بعدما أن تقوم بتنزيل عليه ألعاب وتطبيقات يبدأ الهاتف شوية يتعطل نوعا ما، يعني يجد التطبيقات متطورة والألعاب ولكن الهاتف له إصدار قديم، وهذا بالتأكيد يؤثر بشكل سلبي على عملية التنقل من حيث التطبيقات والألعاب أو اللعب في الألعاب. وبالتالي عليك أن تقوم بعمل هذا الخيار اللي قلت لك عليه في التطور الديفلوبمون الأخير، يعني الأوبشن، وتقوم بعمل تحديث الهاتف. ونقر على لايك اشترك بالقناة. أي تساؤل ضعوا في التعليقات. دمتم أو في